السلام عليكم حبايبي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو على احسن ما يرام. نايض حبايبي بين بكريشه ويسرى البارح خرجت بصريح العباره. قال شي كلام اللي خلات كل شي يفهم بان كاين مشكل ما بين باها، وعطات شي يعني كلاشات الاب ديالها. اما حتى البنه راه كتخرج لها نيشان، كدير فيديو ولا لايف كتخرج ليها كتقول اشنو دارت لي اشنو فعلت لي. اما با حبابي اللي كتقول ماشي سوق حتى واحد فيا، هذيك حياتي ما نجاوبش، واخا يكون اللي يكون، واخا تضغطوا عليا نهار غنبغي نجاوب غنجاوب، نهار اللي ما بغيتش نجاوب ما نجاوبش. ولكن انت راه عطيتي الناس، عطيتيهم، خليتي كل واحد اشنو تيقول. لان الناس اللي بعدتي عليهم مؤخرا شكون هما في نظركم احبابي؟ الناس اللي كتبعد عليهم هو باها. اما تا مهرة مفرقه معاه شحال هادي، ما كتمشي عندها ما كتجي عندها، كاين هذاك المشكل قائم بيناتهم. جداها ماشي غنقولوا كل ساعه خيطي بيطي، عمتها كذلك، عماتها تقريبا كلهم، يعني كتمشي في مناسبات. ولا مره ملي كتمشي هكا مثلا بحال عمتها حليمه، حتى ما بقاش كتمشي عند باها. ولكن شكون اللي كنشوفوه يوميا تقريبا من نهار خرج بكريشه، كان يوميا ضروري يا اما الفيديو كيكون معاه بكريشه فيه، يا اما يسرى كتكون في اللايف مع بكريشه، ولا كيكونوا هكا مجموعين في العشاء. حتى الوليدات الصغار ما حضروش هاد الاسبوع هذا، ما جابهمش بكريشه للدار، واقف كيجمعهم كلهم ما جمعهمش. بوكريشه ما خرجش ليها علاش نيشان. سولوه متابعين في اللايف ديالو قالوا لي علاش يسرى ما جاتش عندك، قال لهم غدا غادي نتلاقى بها في المحكمه. على ديك المحكمه حبابي راه وضح بوكريشه بان كان تيقصد في الاتجار بالبشر سعاد اللي مازال بغات تكمل. السيده اللي كتقول لكم عيات تقهرت ما قداش، انا عييت انا تقهرت، بغات تشوف هذيك راسها وتشوف وليداتها هذوك الاخرين اللي بقاو ليها. هانتوما كتشوفوا دارت الاستئناف. وهنا راه وضح بكريشه بين قال الاستئناف وقال لها عندك الحق في الاستئناف، بطبيعه الحال عندها الحق في الاستئناف، وكذلك النقد النقد والابرام. ويعني حاول يستهزئ بها وتكلم على زنوبه. شكون اللي بغى شي كلوه، شكون زعما راه تيتاجر، قال لك التجاره بالبشر. فهنا كيبين ما كاينش جمعيه حبابي، ماشي جمعيه اللي عنده غدا معها القضيه ديال التجار بالبشر. قصد هنا سعاد. رجع لكم الموضوع ديال يسرى حبابي كتقول لكم ما سوق حتى واحد فيا، داك السوق سوقي. ما غتشعلوش الفتنه، ما غنجاوب حتى واحد. بغيت نغير من حياتي، هذاك حقك، بغيتي تغيري من حياتك. انا حبابي من نهار جات يسرى من تركيا تلاقات مع اصحاب التيك توك، وتلاقات مع اصحاب الانستغرام، وشافت الناس كيديروا الاشارات بزبابه الفلوس، وشافتهم من مدينه لمدينه وكيضربوا بزبابه الفلوس بالاشارات. هي بغات يعني تمشي في هذا الطريق ديال الانستغرام باش يعيطوا ليها الاشهارات. غتجر راسها، خلاتها هي قالت لكم هذا المستنقع، هي راه سمات راسها كانت في واحد المستنقع. غتجر راسها من هاد، قلتي لي قلت لك لي ما غاديش تسالي. وهنايا غنرجعكم اللور شويه. قالت نهار غادي يخرج بكريشه على باها، وقال لك غتشوفوا بانه باقي بغى يرونها وما زاقيش وما صافيش. ويعني بهاد الكلمه قالت لك باقي فيه الخواض، غتحطو وصل بلاصه قرقيب. قال لك ما يجي عندي ما نمشي عنده، هادشي راه بنته كتقول ماشي انا. قال لك ما يجي عندي ما نمشي عنده، خصوصا لا كان باقي عينيه في سعاد. واش حبابي تقلق لحقاش شدات يعني استدعاء وفرحانه لان بغات تنهي هاد الجدليه، ما بغاتش المشاكل. لان اش كتقول الناس باقي بغاو ياكلوا ليا في الحمي. الحميه شنو هو الموضوع اللي الناس كياكلوا لها في الحما؟ هو زينه المحارميه. بغات توقف الا جيتي انت استدعاء ديال الطلاق ريانا نوصلها لبا. ربما هو ما بغاش لان قال لك انا ما كنتش ناوي دابا على طلاق، قال لك مساله وقت. ولكن قال لك منين جات منا، لان حتى الخرجه اللي خرج بها حبابي راه باين مقلق وباين ما عجبوش الحال. هذا الوقت الراهي اللي دفعات سعاد الطلاق. فهنا يسرى بغات تجمع الطوي هذا الموضوع صافي. هنا هي المضروره، خصوصا ما هو غير مطلع، بغى يطلع غير الادسنس، ما بغى يدير لا رد الاعتبار، ما بغى ياخذ حقه ولا حتى حاجه. هي شوف حبيبي، شوف الكواليس شنو واقع. كون ربما عرفت الاب ديالها ما دير والو، بغى غير يطلعها وهي مضروره كتشوف راسها بغات تجر راسها للاتقار. عازد على كذلك آه الفلوس اللي ما غاديش تعطي. هي راه قالتها باها باقي في الحبس، وقالت لك بان ما عمرها غتعطيه شي حاجه، بارك داكشي اللي عطاس. يعني بكريشه ضروري غا يسرى تجي تسكن معاه باش توفر الفلوس لاش بغاهم. وراه خرج ليها نيشان، راه حطها في لايف وقال لها امام الملأ، قال لها جي سكني معايا. يعني تكون الا سكنات معاك هي ما بقات لها خصوصيه، فراشها غيتفرتك. زيد عليها كذلك الام حتى هي غينوضوها بعضياتهم. هما بعاد احبابي وكتشوف العلاقه متوتره شيئا ما، فما بالك غادي يتجمعوا في دار وحده.
كيفكرش هو خاصو يخلي كل وحده براحتها. راه من الاحسن تبقى يسرى في دارها بفراشها مستقله بحياتها، فلوسها ديالها هادو. وكذلك حتى لبنى تبقى مستقله في دارها، هو غير باش يوفر دوك الفلوس ديال الكرا. وداك الشيء اللي بغات دير بيا البروجي قال لها نديرو حنا ديك تنقاف وشراكه، ما بغاتش ليه، ما بغاش داك الشيء، قالت اللي بغات يعني اللي بغا هو اللي تيدور ليه في راسو باش يدير هذاك البروجي ديالو هو ويحل المحل ديالو، بغات ديرو في المحل ديالها. راه دات وقالت لي انا بغيت نخسر في محلي، بغيت نصاوب محلي باش نخدم، لان لا ديتو البال تا فاطمه الزهراء عندها هاد الميول ديال الماكياج، وهذا غالبا احبابي تقدر تاخذها تخدم معاه في داك الدومين ديال هادشي ديال الحلاقه والتجميل. هذا هو البروغرام اللي غادا به مستقبلا، هادشي اللي عندها دايره بانها غتحل الصالون وتخدم مع اختها وتوقف على البروجي ديالها، تبدل المحتوى ديالها. شافت هادشي غادي غير بالمشاكل، لان علاش انا قلت ليها اللي بغى حبابي يبدل حياته ما نجاوبش، غنتجاهل، ما نهضر على حتى واحد. خلي اللي بغى يفهم يفهم، ياك ما غنخرجوش حنا المشكل للعالم. خلي اللي بغى يقول شي حاجه يقول، غيقولوا اليوم غدا بعد غدا، ما كاين لا كلاشات، ما كاين حتى حاجه ما غتبينوش، حتى حد ما غادي يهضر. ولكن من انا غادي نخرج بواحد اللايف وغنقولها ما كيصونيو عليا، انا غادي نقطع، انا غنبلوكيهم. شكون هما؟ شكون هما في نظركم؟ كلشي كيقول لك بوكريشه، اما حتى لبنى ما غتعيطش، راه غير باها، اما كيعيطوا. انا غادي نبلوكيهم، راه مين قلتي داك نبلوكيهم كلشي غايقول لك باك، اللي كيعيط بغا يسكتك، راه نايضه بيناتكم ولا هذا، ولا بغا يقول لك طفي اللايف انا نطلق اللايف ولا تراجعي ولا شي حاجه بحال هكا، لان في واحد اللحظه طلع ليها الدم. اما اللايف في الاول هذاك اللي حيدات، يعني قالت لهم دخلوا سوق راسكم، ما شنو قال لها ما تنطقيش هادي ما تنطقيش هادي، بعدو مني دخلوا موي شي حاجه قالتها بحال هكا، هذاك مسحاتو يعني مشاعله. نزيد عليها التوقيت اللي حلات فيه هي، حل فيه حتى بوكريشه، وبوكريشه قالوا لي راه بنتك حاله اللايف، قال لهم ما شفتهاش ولا شي حاجه بحال هكا، قال لهم ما شفتهاش، راه ما يمكنش او وحده من العائله دايره اللايف وبنتك وما غتبانش ليك، راه يدير لها ابوني، وراه باينه طالقه اللايف. من غتطلق هي اللايف وانتم كعائله مع بعضياتكم كلكم كنعرفوا بان بوكريشه كان طالق اللايف ما كتطلقش لبنى، بعدا ما بقاش كدير اللايفات. زيد على كذلك العائله ديال سي محمد كاع اللي عنده القناه احبابي راه ما كيديرش اللايفات، كيديروا غير فيديوهات. شكون اللي كيدير لنا اللايف؟ يسرى. لبنى قلت لكم هي ما كايناش، ما بقاش كدير اللايفات ديالها، كاين يسرى وبا هاد الجوج احبابي ولات بحال منافسه بين الاب وبنته. فدابا يسرى كي قلت لكم بينات المتابع كاين مشكل. قلت لكم الناس اللي كتقول بعدت على الناس منافقين كيقولوا لي هضره في شكل، ولكن في الواقع كنشوف هضره اخرى. هما الناس في نظركم اللي بعدت عليهم، راجلها مبعده عليه شحال هادي، طليقه بالاحرى ماشي تا راجل لا، طليقها مبعده عليه شحال هادي، امها ما كتمشيش عندها، جدها كي قلت لكم العلاقه محدوده ماشي خطيبيط. شكون هما الناس اللي كانت كتمشي عندهم وتجي؟ هو با. وتكلمت على التحراش، شكون اللي غيحرشها؟ شكون احبابي اللي غادي يحرشها في نظركم؟ امها براسها كتقول لك، كتخرج هي في اللايفات وكتقول لك راه كيحرشوها، هي بحال كتقول لامها راه داك الكلام اللي كيقولوا اللي كنتي كتقولي في اللايفات راه حقيقي وصحيح، بحال باها كيحرشها. مات على دوك الخرجات، حنا معاك، بغيتي تغير الله يسهل عليك، بغيتي تعيشي مستقله بحياتك، ديري الروتينات، تحافظي على روتينات، ما كاين لا كلاشات لا هادي لا هاديك، فراه ما غنقولش المشكل اللي كاين، ما غنقولوش، ما غنلمحش، راه غير تفوتي تلمحي فهاديك راه بحد ذاته راه خدمه احبابي وراه كلاش. لان شكون هما هاد الناس القراب؟ شكون هما هاد الناس كيشوفوهم كياكلوا ليا الحمي؟ شكون هاد الناس اللي كيحرشوا؟ شكون هما هاد الناس اللي مازال ما شبعوش؟ قال كاع داكشي اللي عندهم مازال ما شبعوش عليها من هاد الوسخ. هي حبابي يعني كتعترف، قلت لكم يسرى البارح بان كانت في الوسخ وفي مستنقع هادشي اللي كيديروا هاد الناس، قالك اللي بعدات عليهم، هي بغات تبعد بركه عياس، قالك ما بقاتش قاده، في هذا حقها، من حقها حبابي بغات دير محتوى نقي زوين، دير فلوغات، بعد على شي حاجه سميتها المشاكل. ولكن الخطا اللي طاحت فيه ما نلمحش ما نتكلمش باش ما يكثرش القيل والقال، نخلي ياك المتابع قلتي ما كتسوقيش ليه، ونخلي اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، اللي عليك هو انت تلتزمي الصمت، خلي باك لا بغى يقول شي حاجه راه غادي يقولها. شوف احبابي يعني المتابع تا هو ولا كيدخلوا الشك، تيقول لك واش هادشي متفقين عليه ولا نيت صح. غادي يبان هادشي مع الوقت. الا شفتوا يسرى ما كترادش مع باها، ما كيتجاوبوش مع بعضياتهم، راه عرفوا هادشي راه حقيقي. الا تجاوبوا مع بعضياتهم وسكتات عاوتاني قالت لك الا ما تحنتش، راه قالتها هي، قالت لك لا ما تحنتش، لان راه موالفه كتقول لك اخر مره وكتخرج
كتهضر في الموضوع. خرجوا عطيني نعطيك، راه غنقولوا اثاره الجدل، بغيت تطلعوا الادسنس، ما كيهمكش داك الكلام اللي قلتي بانك غادي ترقاي وغادي بغيتي تولي كلاس وبغيتي انت تخدمي على راسك. فكنعرف احبابي اللي بغى يبعد من المشاكل واخا يكون اللي كان ما تلمحش، خلي ديك الهضره بحال هكاك. ما بغيتيش الناس تحلل وتناقش، راه من طبيعه الحال غيحللوا ويناقشوا هذيك الهضره، لان حتى الطريقه باش قالت بلوك ما البلوك انا تهنيت منهم. فراه بزاف الناس يقول لك ربما بكريشه، لان من غادي تخرجي تلمحي انا بعدت على دوك الناس، انا بغيت نرجع راسي للابتكار، انا ما بغيت المشاكل. داكشي جاني منه غير صداع، كنت في واحد المستنقع ندمت، قالت لك لحقاش كانت كتخرج وكترد، يعني قالت لك كبرات. ما غاديش تبقى تجاوب، وحنا غادي نشوفوا حبابي الايام غتبين لنا واش غادي تراد مع شي واحد ولا لا. لا خدات هذا القرار وبغات تمشي في واحد الطريق، دير المحتوى ديالها، الروتينات ديالها، ما تعاطى مع حد، ما تجاوب مع حد، هذاك راه احسن ليها. احسن ليها لان حبابي اليوتيوب هي عرفاتو راه سيف ذو حدين. هادشي اللي فيه هاد المعاطي وهادشي راه كتجبد غير المشاكل، خصوصا هما من النوع اللي ما كيجيبوش حقهم باش نكونوا فاهمين، ما كيدافعوش على راسهم. هي قالتها، قال لك بنادم كيشوف تيشوف تياكلوا لي الحمي، كتكلم على هنا على حبابي في نظركم شكون كتقصد؟ با اللي ما كيجيبش لها حقها. كانت طلعت مع ديك ام الايتام وقالتها لها، قالت لها انا راه ما كيجيبش ليا حقي، انا ما عمرو دافع عليا. هادشي راه كانت قالته هي، راه ماشي اول مره هادشي كيتقال. فداكشي علاش باش تجمعوا الطوي. وزيد على كذلك حتى المحتوى ديالها بغات تقتصر غير تهز كاميرا تصور دارها تصور ولدها، روتيناتها، هي طالعه على المشاهده دابا حاليا، واخا ما يبانش مع بكريشه طالعه على المشاهده، غير هي ولدها طالعه على المشاهده. دابا تزادت مع اختها مره راه غتبان مع فاطمه الزهراء. وانا كنظن بكريشه ما غاديش يبقى هادشي مستمر بزاف، لان حتى هو ما غاديش يبقى يصور غير بلوبنه وبزنوبه، ضروري غيبغي يصور مع يسرا ويصور مع فاطمه الزهراء ويبغي يجمعهم مره اخرى. فهمتوني حبابي؟ انا يبقى يعني التصوير مقتصر غير على لوبنه وعلى زنوبه. انتم غتشوفوا في الايام مقبله غادي يتجمع مع يسرا وكذلك فاطمه الزهراء. بخصوص شي وحدين خارجين تيقول لك حكا لبنى كتقلي لهم سميمو، وبكريشه حتى هو عاد جا يشكر زنوبه. ودابا احبابي كيما درنا بحلا، كان تيخرج ديك الساعات كيشكر يسرا ويشكر فاطمه الزهراء نورت الدار، اميره اليوتيوب، الزينه، الغزاله، الفنه، غير يدور يبوس في يسرا ويبوس في فاطمه الزهراء. ناضو قالوا حكا راه ما ديهاش في زنوبه، ما كيحيرش فيها، مالو ما كيديرش لها بحال البنات، ما مسوقش ليها، ما مربيش عليها الكبده الى غير ذلك. دابا عاوتاني ملي كيقول لها اميره اليوتيوب المصباح اللي مضوي ليا الدار، وهو هكاك مع بناته، عنده حلاوه لسان مع بناته، كيما كيقول لي يسرا ملي كتكون حدا راه كيقولها كذلك لفاطمه الزهراء ويقولها لزنوبه. باقي البنات كيبغيو اختهم، هذه حقيقه كيبغيو اختهم، ولكن فاطمه الزهراء بحال ملي كيكون بكريشه كيتكلم مع زنوبه بحال كتجي ديك الغيره، ولكن كنا حبابي بالضحك. علاش هي كتشوف تهزها ولا بستي اكثر مني ياك، كتقول لي كيفاش، يعني كتحاول تضحك معاه. حتى الفيديوهات الاخيره ديال فاطمه الزهراء انا شفتها كتعامل مع زنوبه زوين، كتمشط لها شعرها، دخلت دوشات ليها، يعني عادي. علاش منين كان ديك الساعات رايم فاطمه الزهراء ويسرا بنادم عاجبو الحال، عاجبو الحال وكيقولوا ليه مزيان هذوك هما بناتك، ودابا خارجين وشدي العاقه قال لا على قلبك شدي، قالت دالك الحصيصه، ودابا راه كيضربك بختك زنوبه. انا بالنسبه ليا كلهم سواسيه، لا داعي باش نديروا التفرقه بين الوليدات، كي فاطمه الزهراء كي يسرا كي زنوبه، خلي الخوت مع بعضياتهم. الا شكر زنوبه داكشي اللي بغينا، وبغينا يشكر حتى يسرا، وبغينا يشكر ويمدح حتى فاطمه الزهراء، بغيناهم كلهم يكونوا سواسيه، وادم وامين كلهم هكاك. علاش قال لك حكا تقول بابا وتقول بابا وتقول ماما، ويلي واش بنادم تسطا، ما تقولش زنوبه بابا. حكا راه حفظاتها البقه، قال لك حفظاتها باش تقول بابا، باش يقليو لي سميمو. على هذيك البنت ما غاديش تهضر كاع، ما تقوليش بابا، راه حامله النسب ديالو، راه بنته، راه عايشه معاه في الدار، راه مكون اسره، راه هادشي راه مدخلاه يسرا راسها براسها، راه خاصها تدخل بان راه ولات عنده واحد الحياه اخرى وهي مباركه، لقات زوجة الاب اللي مصبنين ليه حويجات ومسيقه الدار، مطيبه ليه، مهليه فيه، اش باقي بغاس؟ راه هي براسها، وراه هي المساعده اللي كتعاونها. يعني كاع هو بكري جا عند يسرا، واش يسرا غادي تقوم بالاب ديالها؟ راه هو غادي ينوض يشقى ويطيب لراسو، هي راه براسها الماعره ما كتغسلهمش، هذه راه حقيقه قالتها هي،
قالت لك لا انا ما نغسلش، بارك عليا، قالت لك داكشي اللي داز عليا. ما قالت لك ما تغسل لا ما دير حتى حاجه، راه المساعده كتعاونها حتى في ياسير. علاش يغسل الطوموبيل؟ قال لك اللبنه، وما يغسلهاش لهذيك النهار، قال لها نديها لك يغسلوها لك. كيفاش قال لك السطل ويغسلها؟ واش يكون يبغي يغسلها كاع محال تخليه يوصل، تولي كاع لا تعذب. علاش غتعذب؟ بلاش. كان داها. قالت لي انا ما عنديش مع الطوموبيل كتغسل وانا كنتسنى، ما عندهاش الوقت. هي قالت لك باش تجلس تسنى، وقالت لي بابا عافاك ديها. قال لها صافي خليها نديها نغسلها عليك. هي ما بغاتش تغسلها قدام الباب. عكس لبنى اللي يعني هي دارت فيديو من ديك الطوموبيل كتغسلها، وغسل هنا وفعل هنايا، ومدوزين داك الفيديو، ما جبدوا حد، ما تلاحوا على حد. ياك بغاو، قال لك بغاو هما يديروا غير روتينات، المحتوى ديالهم النظيف. ها هو دار محتوى كيغسل الطوموبيل، هو المشكل. لا حكا كتقلي ليها السم، هي كتغسل لها الطوموبيل، الاخرى ما غسلتيش لها الطوموبيل. ايوا هذه وحده اخرى عاوتاني. دابا خاصو اللي دار اللبنه يدير حتى لبنته، سيق الدار يمشي يسيق دار بنته، باش زعما يكون ما كيقليش لها السم. ما يشكرش بنته حقا حيت مخاسم معاه، ما يشكرش الاخرى. وحنا بغينا يشكرهم كلهم. مشاكلكم ما تلمحوش، ما تكلاشيوش بعضياتكم. هذا ما كان اللي عنده مشكل بغى يحط شي حد سطل بلاصه خلاص قايب، ما غنجبدو، ما غنلمح عليه، ما نقول لا منافقين لا كاين تحراش لا حتى حاجه، لان الناس القراب هما هذوك. هو باك اللي خرج. مي غنقول انايا، مي غادي نقول للناس انا بنادم ما بقيتش عطيتو اتساع، وما بغيت ندخل سوق راسي، شكون هما هاد الناس اللي كنتي كتمشي عندهم وكتجي؟ شكون هما قراب ليك؟ شكون هو باك؟ باش نتفادى المشاكل، باش حتى حد ما يحل فمو، ولا كل واحد يبغي يهضر كيما قال لي راسو، ما نقولهاش. خلي اللي بغى يفهمها يفهمها، نقولوا لي يا حباب واش متفقين معايا ولا لا؟ اللي بغى يقول شي حاجه يقولها. ندير المحتوى ديالي، نخدم على الاشهارات، نبعد كي قلتي انت بغيتي تبعدي من هذا المستنقع، خصوصا دابا اليوم قال لك كيتكتبوا عليهم تقارير وتدخل الجمعيات، وخافت هي على راسها بغات دير محتوى، بغات تخدم على راسها بالاشهارات، كتشوف قدها في التقاده ديالها. يعني داروا الفيلات وداروا الديور وداروا الطوموبيلات غير بالاشهارات. راه جلسات معاهم نيت في تركيا، راه دايرين الاشهارات. ما عندهم غير بالتيك توك وبالانستغرام، ما عندهمش كاع اليوتيوب. خدمتها هي على راسها، فعادي جدا، الله يسهل عليها. نزيدكم واحد الحاجه اخرى حبابي. يبان ليا حتى المساعده اللي بغات تخلص عليها الكرا وبغات تجيبها لحداها، محال يبغي لها بكريشه، ما يبغيهاش تخلص زعما الكرا، تخسر فلوسها. هو ما بغاش تخسر الفلوس، هو بغا تجي تسكن مع لبنى، عاد غادي يسمع، غادي تكري للمساعده، غتخلص عليها عام. وقال لك ما حتى هي خدامه وكتخلص مزيان وامور طيبه، امور 5 5، غتبقى هزه ديك المساعده. تيقول دوك الفلوس دايزين فيه هو، ولا دايزين في بنته، ولا تشري دار وتستافد منها. والولد مثلا تقدر تخليه اللبنه، لان الا رديتو البال من كيكون ياسر عند لبنى كيقول لك كتعرف تشدو، كيرتاح ليها، كتحن فيه. غتكونوا كتسمعوا في اللايفات تيقولها، وهي فعلا غتكون كتحن فيه وكتهلا فيه لبنى. ولكن باش يعني تكون مسؤوله عليه، فخلي عليك ديك السيده في التقار. يلا تقابلك انت وبنتك، وتقابل مرضها، وتقابل ديك الدار اللي قداش عاد مره كيجيو عند الوليدات، لان حبابي غادي يجيو الوليدات، واخا كتشوفوا هكا راه غادي يجمعهم مره اخرى. فلا داعي باش تاخذ واحد المسؤوليه ديال واحد الوليد اللي باقي صغير، وامو كتقول بغيت التقار. هذاك الشيء علاش حبابي اللهم التقار احسن. صافي اللي ولد شي ربي حبابي، شي حد يربيه صافي. بغات تجيب ليه مساعده، بغات تخليه في الدار، هذاك السوق سوقه هي غادي تعرف شنو غادي دير في حياتها. ديال المشاكل اللي حنا باقي كان نهضروا عليه، هما قال لك بغاو يبدلوا المحتوى، بغاو يبعدوا على المشاكل. يعني غنلمح وغنخلي الناس تهضر. ايوا راك شي ما درتيه صراحه تقال. اما بغات تبدل المحتوى مزيان، هي مؤخرا ما كتجبد حتى حد، ما كتمعني على حتى في العناوين، كدير عناوين على ولدها، مشتريات ولدي هادي. ولكن هذا اللايف هذا بدات العمليه القيصريه الوحام، وتتكلم على المتابعين عادي، جات حتى الاخر هي تلقى. ومن تلقتيها راه كل واحد حبيبي غادي يشدها، غادي يفصلها، وغادي يقطعها كما بغى. واش ديك الهضره اللي قالت، غادي يفصلوها ويقادوها كما بغاو. دخلت تحراش المنافقين، كتقول لهم هضره وكيعطوك بوجه اخر. شوف حبيبي واش كان تيقول لها هضره، لان بوكريشه الا رجعنا شويه اللور، رجعكم اللور، راه كانت لبنى كتمشي للزياره عند بوكريشه كيقول لها هضره، وكتمشي يسرى كيقول لها هضره. واش هي قصدات هنا لبنى؟ زعما كيجي عند يسرى تيقول لها هضره، وكيمشي عند لبنى تيقول لها هضره، والواقع حاجه اخرى ربما. بوكريشه في الصراحه كي قلت لكم من كان في السجن كل وحده كان تيقول لها كلام. عقلتو نهار
لبنى خرجات حكاره، قال لي جمعي لي الفلوس، ما جمعي لي الفلوس، وخرجت كتقولها. خرجت هنا يسرا قالت لها كتكذبي بتجمعي الصواني ببا، واش هادشي قالتو لا وبرقاتها زعما قدام المتابعين، وجا الهجوم الشفاره يا الدايره يا السعايه يا هادي. خرجت قالت لهم انا قالها ليا. المره قالت لك كانت واحد النهارات مع ام يوسف فاسيه. خرجت يسرا قالت لك لا ما قال ليناش جمعوا. دابا كل وحده حبابي شنو تيقول ليها، واش قصدات هاد الهضره، كل وحده كيعطيها بوجه، كل وحده كي كيدي لها على هادشي راه ما خدامش ليه هو. خص يكون صارم. نهار غنبغي نقول لا غنقول لا، حيت عارف علاش قلت لا. ما محرش من حتى حد، ما يحتاجش يتحرش، ولا غندير هاد الحاجه حيت عاطياني عادي ولا قالت ليا ولا. داكشي ما خاصوش يدار نهائيا. نهار غنبغي نقول لا غنقول لا، ونهار غنبغي نقول غنبغي نقول حيت هو بغى ماشي شي حد قال ليه. خاصو يشد العصيه من الوسط وما يظلم حتى حد، لا مرتو لا بنتو. فهمتوني احبابي؟ فراه تا بكريشه حبابي داير اغلاط بزاف بزاف بزاف. راه منين قالت لي كتخلي بنادم باقي بغى يشوف اللحمي كيتكال، راه باينه القضيه ديال زينه المحارم. ربما ما عجبوهاش شي حوايج كانوا في الكواليس، لان الطريقه باش خرجت هذيك الخرجه ديال الطلاق بحال غفلات وسعاد. ويسرا بغات تزرب صافي، بغات الطلاق صافي، نسدوا هذا الموضوع. لان هاد الثلاثي اللي فيه يسرا فيه سعاد فيه بكريشه، الموضوع اللي كيتجبد هو زينه المحارم. البنت صافي بغات يعني بغات تجمع الطوي، خصوصا لا عرفت بان بوها ما كاين لا طلاق، ما كاين لا رد اعتبار، ما كاين حتى حاجه. فراه هي صرحات بها حبايبي، راه كل شيء واضح، كل شيء واضح وضوح الشمس. راه صرحات بها قبل ما يخرج بوها. راه قالت لك الا شفت هادشي غادي غير في المشاكل الوينه وما دارش الحد لهاد الشيء، فراه ما هو با ما هي بنته. هذا راه اعتراف ديالها هي. كان ناوي في الافلام وناوي، قالت لك يتجبدوا المشاكل من دو جديد. قالت لك العائله كلها ساخطه على الوضعيه، وكنشوفوا بان ام يوسف فاسيه راه ما كتجبدش المواضيع ديال بكريشه مؤخرا. يوسف كذلك. لبنى هو كيتكلم البارح وكتقول ليه اسكت ما اسكت، اما وكتبدل الموضوع. يعني كل واحد حبيبي بغى يخدم على قناه ديالو بمحتوى ديالو بعيدا عن المشاكل، لان عارفين الطريق فيها المشاكل، اللهم قليل مداوم ولا كثير او مقطوع. المهم احبابي اعطوني الاراء ديالكم بخصوص الخرجه ديال يسرا، وكذلك الخرجات ديال لبنى وبكريشه. ونلقاكم فيديو اخر باذن الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.